حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فكرة سلسلة جميلة جدا ولذيذة جدا وسهلة قوي من الذهب الصيني وحجر العقيق. بصوا احنا معانا كده اهو حجر العقيق ده، انا عاملاه كده في مسامير مفتوحة من الجنبين، وهوريكم طبعا احنا شفنا في كذا فيديو ازاي بنعمل الموضوع دوت. تمام، انا سايبه كذا خرزه اهي عشان اقفلها معاكم نفس التقفيل ده وتشوفوا الدنيا عامله ازاي. ومعايا كمان معايا حلقه كده اهو اللي هو من الذهب الصيني. تمام، ومعايا سلسله، معايا حوالي 45 سلسله انا مقسمه دي كده 10 سنتي. تمام اهي، ومقسمه دي كده اهو، دي حوالي يعني 15 سم 20 سنتي. تمام، وديت كده اهو الخرزه دي انا عاملاها لوحديها، وهنشوف الفكره بقى مع بعض. ومعانا طبعا قفل يا اما دهب صيني او ستانلس، ومعايا زرد برضو يا اما دهب صيني او ستانلس. انا الحقيقه مستخدمه القفل والزرد بتاعي مستخدماه ستانلس. تمام، هبتدي بقى اشتغل دلوقتي. اول حاجه هوريكم ازاي ان احنا هنعمل الشكل دوت كده. هنعمل ازاي؟ هنجيب المسمار كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا هدخل واحده اهي كده اهي بالمنظر ده، واروح ماسكاها كده، وهروح تانياها بالمنظر ده، وهروح قصه زياده، اسيب حوالي كده هوت سنتي او نص سنتي، همسك ديت واروح ايه لفاها قبل ما اقفلها. هجيب التانية كده وهروح ايه حطاها فيها، وهروح قافلاه كويس كده. تمام، زي ما احنا شايفين. همسك واحدة تانية اهي خلاص، واروح ايه عاملاها كده نفس الموضوع، واروح تانية. اهم حاجة تتني زي الدورية بالظبط، وهروح قصة اهي زيادة، وهروح قافلة. وقبل ما اقفل همسك دي كده اهي زي ما احنا شايفين، وهروح حطاها كده. يا رب يكون الفيديو واضح بالنسبة لكم وتشوفوا كده الدنيا فيها ايه. دي تالت واحدة خلاص كده، دول التلاتة هم. هعمل بقى واحدة لوحدها زي الاولانية خالص علشان تشوفوا الفكرة اللي انا هعملها في النيكلز دي هتبقى عاملة ازاي اهو زي ما احنا شايفين. واروح ايه قافله كده. قبل ما اقفل انا عايزه بقى الحته الطويله والحته القصيره دي اشبكهم في بعض، فهحاول كده ان انا هشوف يا اما اشبكهم بزرد، او لو ينفع ان انا ادخل ديت فيها هيبقى تمام. بس طبعا السلسله رفيعه جدا، فبحاول كده بالراحه ان انا ادخلها. يا ريت اللي لسه اول مره يشوفنا في القناه يا ريت ان هو يشترك ويفعل زرار الجرس علشان يوصلوا كل اشعاراتنا وكل فيديوهاتنا. بصوا دخلتها كده اهي، وهروح ايه قافلاها كده. مش عايزه استخدم زرط كتير عشان ما تبقاش طويله اهي. هاجي بقى هنا الجزء ده هفتح برضو الحته دي كده، وهدخل جزء السلسله التاني الصغيره دي. فكرة سهلة اوي. هجيب اهي الجزء ده كده، وهعمل ايه اروح مدخلاه كده طبعا بالراحة جدا. انتي بتدخلي خلي بالك بالذات لو السلسلة ايه رفيعة زي دي اهي خلاص. واروح ماسكة كده واروح ايه قافلة كده كويس اوي اهي. بصوا دي كده سلسلة معمولة اهي. دي هنحطها كده على جنب.
هعمل ايه؟ هجيب بقى برضو هركب دي في دي، وفي سلسله صغنططه اهي هركبها برضو ايه الناحيه دي. همسك السلسله برضو هفتح الجزء ده زي ما احنا اتعلمنا كده، افتحه كده وهمسك السلسله. نخلي بالنا لان السلسله اصلا رفيعه جدا اهي دخلت، واروح ايه قافله. بصوا اهم من الشغل زي ما بيقولوا تظبيط الشغل، ظبطتي الشغل خلاص اهو كده. خلاص ادي ده كده جنب وده جنب. هنا بقى عايزه ايه؟ همسك دي برضو في دي، هفتح هنا المسمار بتاعي ده برضو، اروح فاتحه منه جزء كده تمام، واروح ايه ماسكه برضو السلسله كده. اخلي بالي احنا طلعنا الدور اللي فوق، يبقى نتعامل كاننا في الدور اللي فوق. الدور اللي فوق ما فيهوش حصان برضه. اشوف كده اهو بس. هو القصر ده كام دور بالظبط؟ معرفش، انا لسه جاي امبارح. يا اخي يا ريتك ما جيت. يا عصام انت يا زفت. عصام وهروح ايه مدخلاها زي ما احنا شايفين، هدخلها وارجع له. ركبت اهو، بصوا زي ما احنا شايفين كده، ركبت السلسلتين في بعض. بقى عندي جزء كده من السلسله في الخرز العقيق دوت، والسلسلتين واحده صغيره وواحده اكبر، والتانية سلسله طويله وفيها ايه واحده خرزايه تمام. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي انا همسك زرادايه كده من هنا وهروح فتحيها زي ما احنا متعودين نفتح الزرد اهي. وهعمل ايه؟ همسك الطرف ده كده علشان اشبكه في ده، ادخله برضو كده. خلي بالكم السلسله بس دي رفيعه، لو عايزه تشتغلي شغل زي ده هاتي سلسله اتخن شويه من دي، هتبقى سهله معاكي في الشغل اهو. اديني دخلت ده كده، وهدخل ده برضو ايه كده. وبعدين ايه تاني معاهم هدخلها؟ هدخل دول الخرز بتاعي ده كده. دخلت التلاتة دول اهم مع بعض، سلسلتين والخرز اللي انا عاملاه، 3 خرزات اللي انا عاملاهم مع بعض. انا عاملاهم 3، ممكن ازودهم بواحدة رابعة على حسب ما اشوف ايه الطول بتاع السلسلة مع الدالية اللي انا حطاها في السلسلة. هيبقى تبقى محتاجة واحدة رابعة ولا الدالية هتكفي اهي. وهقفل كده الزرد بتاعي كويس. بس هتبقى بأني منظر؟ هتبقى بالمنظر ده زي ما احنا ايه شايفين كده. خلاص هنا اهو بقى هعمل ايه؟ هنا هعمل القفل من هنا. هجيب برضو زرادية تانية كده وهروح فتحيها زي ما احنا شايفين. الزرادية دي اللي هركب بيها القفل، لا الزرادية دي هحطها قصاد القفل من الناحية التانية اهي كده. وهمسك دي هنا كده واروح حاطه ايه بالراحه كده. هندخل الزردة بالراحه بس عشان في حته هنا من السلسله دي مكسوره اصلا. هقصها كده كويس عشان اعرف ندخل الزردة. همسك الزردة كده اهو واروح مدخلاها في الحلقة دي كده اهي دخلت. وهعمل ايه؟ هجيب القفل بتاعي اهو واروح مدخلاه واروح قافلاها كويس. دي اهم نقطة. هنا بقى ده معايا كده الحلقة بتاعت القفل دي، اروح برضو فتحيها خلاص، واروح ماسكة كده الحلقة التانية بتاعت السلسلة التانية دي، واروح ايه مدخلاها جوه القفل، الحلقة بتاعت القفل
عشان الحلقة بتاعت القفل اتخن شوية من الزرد اللي انا جايباه او اللي انا بشتغل بيه عامة يعني. فحاسه ان هي لا، هاخد بقى زردة تانية كده من اللي انا جايباها الرفيعة دي وهزود بيها القفل، مش مشكلة اهو. وهقفل كده دي ولما انت بواب الاصل كنت فين من ساعه ما انا جيت؟ خلاص. كام يوم؟ في حاجه اسمها كنت في البلد كام يوم يا بيه وسايب القصر لوحده كده؟ قصر ايه يا بيه؟ ده جاله سنين محدش بيعلمه. وكنا الخريطين اللي انا لسه موجود فيه يا بيه. انا عايز اعرف حكايه الاصل ده بالظبط ومين كان عايش هنا؟ او هفتحها كده عشان دي ارفع شويه واروح مدخله كده السلسله فيها. واخر ناس كانوا عايشين جدك وجدتك باهي البيه واسعاد هاني مع والدك. معلش بس ايه عشان السلسله ايه رفنطعه قوي. توفاهم الله يا بيه. ابوك قفل القصر وما نعرفش عنه حاجه. وهروح ماسكه كده الزرده. الاصل ده مقفول من ساعتها؟ ايوه يا بيه ايوه. طيب انت بتقبض ازاي ولا بتاكل منين؟ ولا بتزرع جراجي وتاكل منها؟ البيه الكبير رحمة الله عليه وألف رحمة ونور عليه. ساب لي وديعة البنك وبابا دراعة كل شهر يا بيه. كده اهو شايفين السلسله ايه بقى. اخر حاجه هعملها ان انا هركب الدليه دي. حتى لو زوديها اكتر من كده لا، حاسه ان انا لو زودتها اكتر من كده هتبقى شكلها بايخ. فهفتح كده المسمار ده وهجيب دي كده اهو. الحلقه انا حاطه حلقه في الدلايه عشان لو حطيتها على طول في المسمار هتقعد تلف. بصوا دي كده السلسله بتاعتي اللي انا عملتها، سهله وبسيطه وحاجه رقيقه جدا وشيك قوي. انتظروني في الفيديو الجاي هنعمل عليها انسيال. كانت معاكم أمنية يحيى. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم من قناه اكسسورايز هاند ميد، وانتظروا الفيديو الجاي هنعمل لكم الانسيال يمشي مع السلسله دي، وكمان هعمل لكم فكره حلق هيبقى تريندي جدا ولذيذ جدا، ونعمل طقم على بعضه بفكره مشروع مربح في البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.